كتير سواء في الدوريات او في المنتخبات، لان اللاعب المصري بيجي له فتره معينه ممكن من السرحان، فتره معينه من عدم التركيز، وبالتالي يحصل كده. احنا فينا 3 اجوان في 10 دقائق. بس دي ماتشات 3 اجوان في 10 دقائق. يعني احنا جا فينا 3 اجوان في 10 دقائق. ما انا بقول لحضرتك يعني 3 اجوان في 10 دقائق او في 15 دقيقه 3 اجوان. لكن ما اقدرش اقول لك ازاي، وما اقدرش اقول لك غلطه مين، وما اقدرش اقول لك السرحان او عدم التركيز من مين بالامانه، الا بعد ما رجعنا ورحنا القارات ورجعنا من القارات قبل ماتش رواندا، فبنعرض كل الحاجات الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها وبنتفرج عليها مع اللعيبه وبنشوف كل واحد، برغم ان في لعيبه بتزعل كتير لان دايما بنقول والله الفلاني ما نفذش الكلام اللي احنا بنقوله، فلان الفلاني ما نفذش التغطيه المظبوطه بالنسبه لكذا او يعمل كفرنج. كل الحاجات دي بتبقى مع لاعبتنا، لكن ما نقدرش ننشرها ونقول والله ده فلان الفلاني هو السبب في الهزيمه فلان. لا، ما عندناش احنا يعني مش دي طريقتنا. الاخطاء وارده. لا دي مش دي طريقتنا يعني ان احنا نشهر بلاعبتنا او بلاش تشهير بلاعبتنا، ان احنا نشيل المسؤوليه عننا. احنا كلنا في مركب واحد، وكل دول كله عارف اي حد بينضم المنتخب بنقول دي اسره منتخب مصر. اسره منتخب مصر دي بتعني حاجات كتيره، تعني ان احنا مع الحلوه ومع المره، والحمد لله يمكن احنا ما كانش فيه حاجات مره كتير قوي يعني. الحلوه كان كتير والمر كان قليل جدا 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 لغايه اخر مره. حتى اخر مره تقول انت يعني ازاي انت ما تاهلتش؟ وده اللي انا احكي لك يعني حاجه. قاعد يعني لما اشوف مثلا اغنيه وطنيه وبعدين تلاقي في الاغنيه ارضيتها اهداف لمنتخب مصر، بترجع تاني لحاله الاحباط وحاله الحزن. بتقول ازاي انا ما اتاهلش؟ في فرق اتاهلت عندها 11 و12 بونت، انت عندك 13 بونت، وانت وقعدت بيهم في وانت اول مجموعه وما تتاهلش. طب برضه ادينا عقلك انت بقى. انا عايز اخدك برضه على راي زي البرنامج بتاع ادينا عقلك. ادينا عقلك بتاع اكرم ولا كرم بتاع بالظبط. انا عايز ارجع برضه لماتش الجزائر. يعني هم اللي ماتش الجزائر ايوه ماتش الجزائر الاولاني يعني روراوا لبسنا في الحيطه من قبل ما يخش الاوتيل. لبسنا في الحيطه، خلاك في موقف مدافع. احنا لعبتنا حصل تسمم، المدير الفني اللي حصل تسمم، وبعدين بحكم يعني احنا طول عمرنا وانت عارف يعني الاخوه الاشقاء الجزائر اشقاء واخوات كل كشعوب وكقياده وكل حاجه، لكن احنا بنتكلم في كوره ولن نتعدى حدود كره القدم يعني. حاله زي دي ازاي؟ ومعانا المهندس هاني ابو ريده راجل بتاع اتحاد ولوائح وبرضه حته تامين نفسنا، ليه ما ثبتناش حاله التسمم اللي حصلت؟ انا قلت لك يا ابو صفا، انا قلت لك سعاده سفير، بس المتهم فيها يعني انت حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا يا كابتن حسن. احنا عارفين ان كابتن حسن شحاته كابتن سمير زاهر وما قيل عنه انه ما يقدرش يعمل الحاجات دي عشان كلام فاضي بيتقال. فانت بتنفي الكلام ده تماما. انا بنفي الكلام ده لان كابتن سمير واستاذ حازم الهواري فعلا كانوا عاوزين يثبتوا حاله امتى؟ بعد ما ثبت من التحاليل ان هي ايجابيه وفي حاله تسمم غذائي. ده حاله تسمم غذائي مثبوته، وبعدين مش مثبوته في مصر، ده متحلله في معامل في الجزائر. طب نتيجه التحليل ديت يا كابتن حسن معاك ولا مش معاك؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ مع الدكتور ماجد. طب ليه ما حطيناش في التقرير اللي اتعمل من هنا؟ هل راح مع التقرير ولا ما راحش؟ ولا المفروض ليك وقت معين؟ انا ما اعرفش الملف اللي راح يا كابتن مصطفى، انا اعرف الملف اللي راح على حسب ما بيقولوا ان هو ملف قوي وان هو ملف في كل الاحداث اللي حصل، لكن يا ترى هل التقارير التحاليل موجوده في الملف ده ولا مش موجوده في الملف؟ التسمم مع التسمم الغذائي ده قيء واسهال ولا قيء بس ولا اسهال بس؟ لا اسهال بس. اسهال بس، ما فيش قيء؟ لا ما فيش قيء. يمكن يكون عند حماده قيء او كان احمد عبد الغني. انا واحد من الناس بس انا بالنسبه لي كان اسهال بس، عشان كده انا قعدت 3 ايام ممكن باخد عصاير لا اكثر ولا اقل. عشان كده انت تحس بيا ان انا مش عاوز اقول ان انا ما كنتش حاضر في الماتش، لكن قاعد مش حسن شحاته ده اللي هو واقف ال 90 دقيقه او ال 95 دقيقه على رجله ورايح للعيبه وجاي من اللعيبه ورايح للخط وجاي من الخط. يعني حته الكاتشنه كان شوي غريب كان بيساعدني فيها لان هو شايف ان انا حالتي فيها ايه. ده دليل قاطع ان حضرتك خرجت عن تركيزك كمدير فني انك تدير المباراه. ما في صح، ودي حقيقه. ما انا بقول لك طلب مني ان انا ما اروحش الماتش وانت ما رضيتش. ودي كانت لا طبعا. وده ازاي؟ هقول لك يا كابتن مصطفى، يعني هناك هم كانوا عاطينا اوضتين. عاطينا اوضتين لبس.
على اساس لو احنا عدد اللعيبه كتير عن الاوضه دي يبقى في اوضه ثانيه وبتاع. فكان في اللعيبه، وبعد ما اتكلمنا في الخطه وبعد ما اتكلمنا في التشكيل و فبدات اللعيبه تجهز نفسها، اللي بيتدلك، اللي بيربط، اللي بيلبس. فانا رحت الاوضه الثانيه. في الاوضه الثانيه انا مش قادر اصلا اقعد، مش قادر تسلب طولك، فرحت نايم. وكان في واحد جوردن على ما اظن، مستر جوردن جه وشوف يعني بيتمم علينا وبتاع ما اعرفش، فسال عليا فقالوا له في الاوضه الثانيه، فجه الاوضه الثانيه لقيني نايم، لاني نايم على البنش. ده بتاع الاتحاد الدولي المراقب الدولي. فبيقول لي يعني هو بمعناها ان هو سمع فعلا ان انا تعبان وان انا جالي كده، بس ما كانش فاكر ان انا تعبان بالشكل ده. واخد بالك انت ازاي؟ المهم يعني فهو ده اللي حصل، وطلبوا ان هم يثبتوا حاله، وسياده السفير هو اللي رفض مش رفض بمعنى رفض، لا قال لا، لان ممكن تعمل حساسيه وتعمل مشكله سياسيه وممكن كذا وممكن، وانت عارف ان احنا سوري في الكلمه، احنا عبط مش طيبين. طب القياده هناك بقول لك احنا عبط مش طيبين. القياده احنا شعب طيب. انا بقول لك كابتن مصطفى، كابتن سمير موجود، واستاذ حازم الهواري موجود، واثنين دكاتره من الجزائريين موجود، والسيد السفير موجود. يبقى ازاي ما عرفوش؟ عشان كده بتكلم القياده هناك عرفوا. القياده مين؟ ما هو القياده الكابتن سمير زاهر. لا في الجزائر، يعني الناس المسؤولين في الجزائر، يعني الرورابه عرف، وزير الشباب والرياضه عرف، اكيد، وزير الاعلام عرف، ممكن رئيس الجمهوريه عرف. طبعا ده اكيد. عشان كده بقول لك احنا ما كناش شاكين، يعني قلنا ممكن تبقى جايه عفويه، ممكن كنا، بس انت بعد الاحداث بتاعت اللي حصلت في السودان انت بتقول لي كلام مقصود. ده حاجه مقصوده، لان هم بينهم وبين نفسهم، انا بعتبرهم هم شاطرين. ايه الشطاره يا كابتن مصطفى؟ قال لك احنا هنصعد باي شكل من الاشكال، بالطول، بالعرض، بالاصول، بعدم الاصول، احنا هنوصل. هم حاطين، هم مخططين تخطيط سليم جدا جدا، مش تخطيط كوره. لا بالظبط، انا ما بعتبرش ده تخطيط كوره، وانا ما خسرتش كوره. الوجبه دي كانت كلكم بتاكلوا مع بعض ولا كان اكله جالك في اوضه؟ لا اللعيبه طبعا لا، احنا اول ما وصلنا دخلنا على العشاء وبعدين طلعت، وهي طالعه لغايه ما بس هي طالعه واحده، هي طالعه ما نزلتش بعديها الا بس على تمرينه وماتش وجيت. لكن يعني لازم نستفاد من الحاجات دي يا كابتن حسن. لا احنا ما بنستفادش، لا احنا ما بنستفادش. ما ده اللي انا عايز اقوله. احنا قبل كده احنا ليه ما بنستفادش الحاجات دي؟ قبل كده اتضربنا، قبل كده بقول لك احنا عبط مش طيبين. بالظبط، عبط. في فرق بين العبط وبين الطيبه. الطيبه ده الشعب المصري كله، واحنا كلنا من الشعب المصري، كلنا طيبين ومضيافين وكل حاجه فيه حسن نيه، لكن ما نبقاش كده، لا. يعني هو التنازع عن الحق يا كابتن حسن عبط، واحنا طول عمرنا متعودين ان بيطلع طباخ معانا وبيحزق الاكل، احنا اللي بنعمل الاكل زي ما هم عملوا. يعني هم عشان عملوا ديت انا في رواندا دخلت المطبخ. كنا في رمضان، واسال الساده الاعلاميين اللي كانوا موجودين معانا الصحفيين، وانا عزمناهم، وكابتن سمير عزمهم على الفطار وبتاع، وانا دخلت مع الدكتور ماجد وانا عملت الاكل عشان في الصوره يعني. طبعا ما انا بقول احنا زي ما انت بتقول اتعلمنا ان شاء الله، واحنا ماشيين رايحين الامم الافريقيه معانا 2 طباخين ان شاء الله. ما انا سامع الاحداث، 2 شيفات. بس اللي جايبه حسنين انت تاخد اللي جايبه حسنين؟ لا اللي جايبه حسنين ده 10 على 10. كويس قوي. جدا. جرب البتاع ولا ما جربش؟ لا جرب. طب انا ما دقتش حاجه بقى. ما انت جيت متاخر. انا قاعد معاكم. جيت متاخر. جيت متاخر. طيب كابتن حسن، يعني ارجو ان اتحادنا وجهازنا الاداري وكابتن سمير عدلي من احسن الاداريين اللي انا اشتغلت معاهم اصلا، وانا لعيب وانا مدرب في النادي الاهلي، واكيد اشتغل معاكم مع الكابتن جوهري استاذنا الكبير في التدريب. دي تجربه دول اعتقد لك يا ابو صلاح، دي تجربه تهيألي اي حد هيبقى في المراكز دي او في المواقع دي، سواء بالنسبه في الاداره او في اتحاد الكوره، بعد كده هتبقى العمليه يعني هو درس قاسي جدا جدا جدا. يعني اعتبر ان احنا فرطنا في حقنا طبعا في الجزائر في حته التسمم دي. طبعا. يعني انتوا اتاكدتوا منها بعد اللي حصل في السودان. انا بقول لما تيجي تحلل ماتش السودان، الماتش الجزائر في السودان، لازم تقول ان كل حاجه مدبره، لان اللي كان حصل في السودان ده تخطيط دوله. تخطيط دوله ضد ناس عزل. مين الناس دي؟ جهاز كوره ولاعيبه وجمهور. ما انا يعني في ناس كتير طلعت قال لك انت ما بتطلعش تتكلم ليه؟ انت ما بتطلعش تتكلم. الدنيا كلها قايمه وقاعده وكله بيتكلم. انا لو اتكلمت في الوقت ده ما حدش هيسمع لي. لا ابو علي، انت في الوقت ده ما كانش حد هيسمع لي يا كابتن مصطفى. ده كلامك انت اللي مسموع، انت المدير في الوقت ده، بعد ماتش الجزائر والهوجه اللي حصلت